انت عمرك قبل كده سمعت ان واحده ماتت من الحزن على ضرتها؟ اه والله، اللي هي مرات جوزها. اللي قدامك في الصوره دي اكيد معظمنا يعرفها. اللي قدامك في الصوره دي الاستاذه زوزو نبيل الممثله، وديت لها قصه عجيبه جدا. انا لما قراتها عجبتني وحبيت اقول لكم عليها. صلي كده على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. اولا كده هي مش اسمها زوزو نبيل، هي اسمها عزيزه امام حسين، وزوزو نبيل ده كان اسم الشهره. زوزو نبيل بقى اتجوزت وهي عندها 15 سنه. اتجوزت من واحد كان بيعاملها معامله قاسيه شويه، وقيس المعامله ديت بقى في كل جوانب الحياه. بخل موجود، ضرب موجود، مش عارف ايه موجود، المهم معامله وحشه جدا. خلفت منه ولد اسمه نبيل. المهم يا سيدي تمر الايام، يقال ان زوجها ده مات او طلقها، ولكن بعد رحيل جوزها سواء مات او طلقها اتجوزت من واحد ساكن في الشارع اللي هي كانت ساكنه فيه. زوزو نبيل كانت ساكنه على ناصيه الشارع، اتجوزت من الاستاذ عاشور اللي ساكن في اخر الشارع، وده كان وكيل وزاره، وقعدت متجوزاه 7 سنين من غير ما اي حد يعرف، لحد ما خلاص الناس بدات تعرف، وحد راح قال لزوجة الاستاذ عاشور الاولانيه ان جوزك متجوز الممثله اللي ساكنه على اول الشارع اللي اسمها زوزو نبيل. هوب، هنا بقى بدات تضرب له في الارض اللي هي زوجة الاستاذ عاشور، وتقول له يا نهي ولازم تطلقني، انت ازاي تتجوز عليا، انت ازاي تجيب له ضره. وفعلا كانت مصممه على الطلاق، لحد ما الاستاذ عاشور راح حكى لزوزو نبيل، تطلب طلب غريب جدا بقى زوزو نبيل من جوزها، وتقول له انا عايزه اقابل مراتك. تقابل مراتي ازاي؟ قالت له يا عم خليني اقابلها، سيبني بس اقابلها. وفعلا راحت زوزو نبيل قابلتها وقعدت معاها، قالت لها اسمعي، انا ماليش في الدنيا حد، ماليش في الدنيا الا الاستاذ عاشور وابن نبيل ده، ايه رايك اما ناخد شقه كبيره ونعيش كلنا مع بعض، هنعيش زي الاخوات. ايه يعني انت متجوزاه وانا متجوزاه والشرع محلله الاربعه؟ صدقيني والله هنعيش في تبات ونبات زي ما بيقولوا. وفعلا الزوجه وافقت، الزوجه اللي هي الاولانيه بتاع الاستاذ عاشور ده وافقت، وخدوا شقه كبيره وعاشوا مع بعض. عاشت زوزو نبيل وابنها نبيل والاستاذ عاشور وضرتها واولاد ضرتها، عاشوا كلهم حياه اسريه جميله جدا، لحد ما عدت الايام ونبيل ده كبر، ولما جه يتجوز زوزو نبيل جوزته بنت ضرتها. انت متخيل؟ وكان ضابط في الجيش المصري اللي هو نبيل ابن الاستاذه زوزو نبيل، واتكتب له الشهاده في حرب اكتوبر عشان تعيش زوزو نبيل مع اولاد ابنها وضرتها واولاد ضرتها وجوزها، ويعيشوا حياه بينت حياه اسريه جميله جدا، بينهم موده وحب وكل حاجه، كل ما تتخيل. ياكلوا مع بعض، يشربوا مع بعض، يخرجوا مع بعض، لحد ما جه الاستاذ عاشور مات، وبعد كده ماتت زوزو نبيل. وتخيل بقى ان ضرتها من الحزن والاكتئاب تدخل في اكتئاب، زعلت جدا على فراق زوزو نبيل، دخلت في حاله من الاكتئاب لحد ما تموت بعدها ب40 يوم. انت متخيل؟ ماتت من الحزن على ضرتها. انت عرفت بقى ان العشره والعيش والملح ممكن ينهي حاجات كتير، وممكن يسيطر على حاجات كتير، والعشره ديت تخلي ما بينك وما بين اي شخص تاني علاقه جميله جدا. انت متخيل واحده تموت من الحزن على ضرتها؟ يا سلام. القصه دي كانت قصه جميله جدا، حبيت اقولها لكم للاستاذه زوزو نبيل، ويا ريت لو عجبتكم اعملوا لها شير ولايك، واشوفك في فيديو جديد.